خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق طلع عمال يهق على الاهلي. والله عمال يهق على الاهلي، ودي تويته منزلها عنده على مواقع التواصل. اللي حصل انا هنا هقول لك هو قال ايه وملخصها ايه ومعناها ايه وكل حاجه، بس قبل ما نبدا ونعرف هو قال ايه تنسوا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا على طول نخش في الايه، في الاجواء الساخنه. خالد الغندور طلع بعد الخروج الافريقي المدوي والفضيحه اللي طالت الاهلي كله باللي فيه لما خرج من الترجي وخسر رايح جاي لاول مره في تاريخه في دوري ابطال افريقيا. خالد الغندور يسكت؟ قال لك لا. راح جاي دخل قال لك ايه، الاهلي مشي كولر وجايب 11 بطوله مشاه عشان راجل خراف وعجز. راح جاب النحاس درب الاهلي وخد الدوري ومشاه عشان ده مدرب مصري، والمدرب المصري لا يصلح لتدريب النادي الاهلي. دور 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 وراح جاب ريبيرو اللي هو مدرب ضيع هيبه النادي الاهلي، ده اللي قاله، ده اللي بيقوله خالد الغندور. ريبيرو ضيع هيبه النادي الاهلي. راح جاب تروب اللي هو مدرب سيء ونتائجه اسوأ. وبعد ده كله مش بس مشيت على المدير الفني، برضه في اللعيبه الاهلي مشى جراديشار وجاب كاموش ده اللي بص قاعد في البيت من ساعه ما جه، ما لعبش اصلا مع الاهلي. وراح جاي يكمل قال لك والاهلي باع وسام ابو علي وديانج واكرم توفيق ماشيين، وجاب زيزو اكبر عقد وعشان يغيظ بيه جماهير الزمالك، واكبر عقد في تاريخ الاهلي، وبوظ اوضه اللبس واللعيبه بقت متصفيه لبعضها وكل الكلام ده كله مين اللي عمله؟ اداره الاهلي. هل ده اداره الاهلي ناجحه ولا فاشله؟ خالد الغندور بيلقح على الاهلي عشان كل المشاكل اللي الاداره سبب فيها وخلانا مقتنعين بحاجه زي دي. ومن الناحيه الثانيه هو بيلقح برضه على الاهلي ان الزمالك ما عندوش اي رفاهيه ولا اموال ما عندوش اي رفاهيه من ناحيه الفلوس، من ناحيه اي حاجه، ولا صفقات، واقف القيد وعليه 20,000 قضيه والدنيا معاه بايظه ومش عارف ايه، بس ماشي بدعاء الوالدين. بيكسب في الكونفدراليه الوحيد اللي مكمل بعد خروج الثلاثي المصري وبيراميدز والاهلي، والوحيد اللي مكمل حتى لو الكونفدراليه الوحيد اللي مكمل هو اول الدوري حتى الان. ده كلها حاجات خلت اداره جماهير الاهلي تشيط اكتر، تستفز اكتر. ازاي نادي كل حاجه ده جمهور الزمالك نفسه كان عارف ان هو هيطلع موسم صفر، مش هيعمل اي حاجه الموسم ده، لان اللي حصل في النادي ده مش قليل. النادي بيفلس حرفيا، النادي بيفلس. وباع بقى ناصر ماهر وباع دونجا، باع الناس اللي شايله، هم شويه اللي شايلين الفرقه باعهم. فده يدل قد ايه اختلاف الاداره بين الاهلي والزمالك، وقد ايه ان الاهلي فشل هذا الموسم في عمل اي شيء، لان الموسم الاهلي ما فيهوش غير الدوري، ولو ما كسبش الدوري هيبقى الاهلي طلع السنه دي بموسم صفري بعد كل الصفقات والضجه وكل الاعلانات وكل الكلام ده كله. هيبقى الاهلي طلع بموسم صفري بلا اي شيء. اكتب تحت في الكومنت هل شايف ان خالد الغندور معاه حق ان هو لقح على الاهلي وان يستفز جماهير الاهلي وان هو اللي بيقوله ده اصلا صح على اداره الاهلي، وان اداره الاهلي هي السبب في كل ده، ولا لا؟ اكتب تحت في الكومنت. مش هتنسوا القناه وتفعيل الجرس. يلا بينا، سلام.